أهلا وسهلا بكم مشاهدين بين سبورت، حياكم الله في حلقة جديدة من المساء الرياضي. نرحب في ضيوف هذا المساء. فتحي مولدي أهلا وسهلا. أهلا لك. عايشك. أهلا بشاري، أهلا بالأحباب والأصحاب، أهلا بالسادة المشاهدين. لنفعنا مع العرب، لصلحنا مع الأفارقة. وقيت تتواصل الخيبات، أو قيت في تونس باش نحلوا الملفات. ممكن تكررها؟ تتواصل الخيبات وقيت في تونس باش نحلوا الملفات. جميل. أنا بقيدها بما أنك ذكرت التقييد، بعد ما نرحب في عوض الكباشي ونقول لك هارد لك. مرحبا مشاري، ومساء الخير عليكم، ومساء الخير على الاساتذه الكرام الموجودين معي في الاستوديو، ومساء الخير على كل الناس اللي بتشاهدنا من خلال هذه المساحه. وبكل تاكيد خروج منتخب السودان ما عايز اقول مرفوع الراس، لانه في الاخر هو خروج لصقور الجديان في مباراه اليوم كانت افضل المباريات اللي قدمها منتخبنا الوطني. خلينا نتكلم عن 30 دقيقه فقط، حنرجع نتكلم اكثر. كل التحيه لك والتحيه لكل الزملاء. صابر غراوي وبدر الدين الدريسي ما زلتم في البطوله، وما زال الجميع مرحب كمشاهدينا الكرام في المساء الرياضي. صابر غراوي اهلا وسهلا. اهلا بك يا مشاري، مساء الخير عليك وعلى الاصدقاء وعلى كل المشاهدين. اقتحمنا دور ال 16 ب5 منتخبات عربيه، بقي فقط 3 منتخبات في الفتره الحاليه. عموما ما فات وسنركز ان شاء الله فيما هو آت. بدر الدين الدريسي اهلا وسهلا. مساء الخير زميلي مشاري، مساء الخير زملائي واصدقائي، مساء الخير لكل المشاهدين الكرام. كنا نتصور انه يوم سيكون سعيد ونحن نفتتح الدور الثمانية، دور خروج المغلوب. منتخب السودان بصعوبة بالغة لكن بشرف يغادر البطولة بعد ما أدى مباراة في اعتقادي مباراة بطولية كان ممكن أن تكون فيها نتيجة أخرى غير الخسارة ب3-1، لكن خيبة الأمل كبيرة جدا جاءتنا من المنتخب التونسي، لأنه كل شيء كان مهيئ لنسور قرطاج ليحلقوا في سماء الدار البيضاء، لكنهم لم يفعلوا. وكأني بالمغني يردد وتاهت المراسيل بين النهار والليل، ما فضلش غير دمعة مرسومة في المناديل. قد تكون الدمعة من فتحي والسيناريو في خروج النسور ورفض العبور، الطرد من الشوط الأول لمالي، سيناريو قاسي جدا. لماذا كل هذا السيناريو القاسي على الفريق وعلى الجماهير فتحي؟ نحب نوجه تحية للاعبين الإطار الفني، وكل لهم يعطيكم الصحة، يعطيكم الصحة اللي عملتوا كل شيء باش ما ترشحوش. نحب نقول لهم حرام عليكم اللي تعملوا فيه، حرام عليكم، حرام عليكم اللي تعملوا فيه. لا احترمتوا الكورة، لا احترمتوا الجماهير اللي جاتكم، لا احترمتم حتى الهدايا، وهدايا بالجملة، تونا هدايا بالجملة جاتكم. احترمتوش الهدايا، وماذا بيا توا كي تروحوا تغزروا لروحكم في المراية. عندنا فريق مع الأسف وكأنه الفريق التونسي حالفين مقررين أنهم باش يمرضونا، باش يعذبونا. الفريق التونسي تجيه على طبق الهدايا بالجملة. قلت أول الهدايا قال عصام، قال هذا هدف وقت الورقة الحمراء، لعبنا 1.5 ساعة وهما ب10، 1.5 ساعة وهما ب10، لكن احنا عدلنا النتيجة. وقتاش عدلنا النتيجة؟ وقت اللي خرجنا حنا بعل المجبري ولينا نلعبوا كيف هما ب10 واحنا ب10. فماشي واحد في العالم يخرج المحرك الأساسي، صورة الفريق، روح الفريق، واللي كان ناشط بشكل غريب وربي يعطيه الصحة والعافية، يجي خرجوا رديت لنا نلعبوا ب10. كيفهم؟ كيف اخي تلعب معنا ولا ضدنا؟ لو كانت كرة قدم رياضة فردية يترشح لنا بعد المجد. صح. سامحوني ما نشخصنش، ولكن وقت اللي الحسرة توصل إلى هذا الحد، ونلاحظ والناس تتفرج، حتى اللي ما يفهمش الكرة يعرف علاش يخرج أحسن ملاعب فوق الميدان مش أحسن لاعب تونسي. تفسيرها ما نعرفش عند المدرب، ماذا بينا لو في الندوة الصحفية يجاوبنا. الهدايا بالجملة، والفريق مع الأسف
رفضها كلها. في بالك اللي مالي ما جاته حتى فرصه، في بالك اللي مالي ما جاته حتى فرصه كامل المقابله. معناها وصلنا دقيقه 89 نسجل هدف صحيح مع الولاد والناس الكل، انتهت المقابله. نعطيهم هديه من السماء، نعطيهم ضربه جزاء، كره طايحه هابطه هكا ضربت في يد. وين التركيز؟ طيب ليش يعني رحت لهذا الكلام؟ ليش رحت لهذا الحديث؟ يا اخي قد يكون سيناريو مش مكتوبه لتونس، يعني فيك الم وحسره من السيناريو، من اللاعبين، من المدرب، من الملفات اللي ذكرتها في بدايه الحلقه. من وين؟ شوف تقول لي مكتوب لتونس، هي مكتوب على تونس باش تمرض الشعب التونسي، مكتوب على الفريق التونسي باش يمرض الشعب التونسي. انا ناكد لك مرضى، انا ناكد لك التوانسه رقدت، انا اكد لك التوانسه اللي رقد واللي خرج للشارع مسكين هايم، واللي ما عادش يحب يشوف في التلفزه، ومن اللي ما عادش يحب يحكي على الكوره. ليه؟ يا ولدي يلحلحوا بينا. الكوره تلحلح بيك، تقول لك بربي هاي ورقه الترشح، وانت تقولها ليه؟ امان راهو اللي عشناه، سامحني، اللي عشناه معناها حرب اعصاب. اخي انت معانا ولا ضدنا؟ مين اللي معاك وضدك؟ نحكي على الفريق التونسي، اخي تلعب لصالحنا ولا ضدنا؟ الناس جايتك في بالك الفريق التونسي، واي فريق التونسي عمره ما لعب، عنده قداش 16 سنه عمره ما لعب قدام غير 45,000 متفرج، لانه احنا الملعب معناها اقصى الحالات نعطيه 30,000 تذكره. 45,000 متفرج ومعاك وفي ملعب الدار البيضاء، ولعبت بالزي الابيض، وجينا في الاخر ترفع العلم الابيض وتخرج. معناها سامحني، راهو اللي حسوا الشعب التونسي، وانا ناكد مش شعبويه، راهو نحكي لك بحسره ونعرف التونسي شنو هو. الم مش الم، قداش يحب فريقه، نحبوا نفرحوا ترى. راهو الشعب التونسي يحب يفرح شويه، راهو سندكم الاخر. وانا البارح حتى البارح ايش نترشح، لاني نمن بيهم، وحتى مع الاولاد الجماهير. تسمع الجماهير تونسي تشجع الجماهير يا ولدي، مش تونسي. لا يعني تونسي. الجماهير ادت اللي عليها وزياده، مش الجماهير، خصوصا ان الصوت كان واضح. تخيل الصوت نسمع. كان واضح ونسمعه. اسمع ما سمعتوش هذا، ما سمعتوش. يعني احنا سمعناه في الاستوديو، اللاعبين ما يسمعوه. يا نحب نقول فريق حزين غريق فعلا. قلت مكتوب والعقده ما انتصرت على مالي في 5 مواجهه. سامحني، هذه مالي معناها اليوم المقابله، سامحني المقابله جايتك طبعا قريب يلحلحوا بينا، ترفضها يلحلحوا بينا باش نترشحوا، بربي برسمكم نترشحوا. معناها سامحني، في ملعب مغربي، جمهور مغربي، طرد لاعب، لعبنا ساعه ونص زايدين لاعب، ثم جينا عملنا حاجه ماهيش معقوله تماما، هشاشه نفسيه غريبه جدا، دقيقه بتشد دقيقه ما شدوش، ثم قلنا نصف ساعه هما ب10 واحنا على الاقل نظريا ب11. وبعد لا تنسى رغم الظروف القاسيه والرفض كما ذكرت، الجمهور المغربي كان حاضرا ومؤازرا لتونس كما كان بالسابق في هذه النسخة، مشجع لكل المنتخبات، والظروف كانت مهيئة. لكن أنا انتظرت، ذكرت في بداية الحلقة أن هناك ألم لفتحي المولدي وحسرة، صح، واترك لك التعبير. لا ألم وحسرة ظهر حتى على ملامح وجهي، ألم وحسرة ظهر حتى مع الأولاد في كنت نتفرج، معناها أنا وحاتب طيب والملفات؟ الملف عندنا مشكلة كبيرة في تونس، كل خيبة نمر إلى المسابقة اللي بعد، ولا مرة حلينا الملفات، ولا مرة قلنا علاش، ولا مرة عملنا التقييم، وحتى التقييم يقع في إطار المكتب الجامعي، احنا نقولوا المكتب الجامعي والمكتب التنفيذي، يعني ما بين الأعضاء المكتب التنفيذي هم مش فنيين، ودي وقيت باش نعملوا تقييم، هل أنه الإطار الفني هذا قام بالواجب أم لا؟ هل أنه اللاعبين اللي عندنا الآن قادرين باش يمشيوا؟ رانا ماشيين لكأس العالم، رانا ماشيين لكأس العالم، أمان ما قدرناش في البطولة العربية وخرجنا من الدور الأول
ما نجحناش في البطوله الافريقيه وخرجنا تقريبا، حلينا باب الدور الثاني وخرجنا منه. طيب الحل الحل هنا فعلا الملفات تتحل، نقيموا اذا كان فما قرارات موجعه وغير محموده، معناها اسمع العواطف خليهم على جنب، وخاصه الانتماءات خليهم على جنب، وانه هذم احباب وهذم اصحاب وهذم كذا خليهم على جنب. يعيشكم اليوم حلوا الملفات. المواطن التونسي، الشعب التونسي اللي يعيش كوره ويتنفس كوره، راكم امان قطعتوا عليه النفس فعلا. اليوم حبست الانفاس في الدقيقه الاخيره، ثم في النصف ساعه الاخيره، ثم مع اخر ضربه جزاء. برشا لاعبين معناها نقاش كبير، هل لديهم مكان في الفريق الوطني؟ برشا لاعبين ما جاوش، هل عندهم فعلا مكان؟ المحاباه والعلاقات عايشكم، والمحاباه في مانيش باش نكون قاسي كما لهالدرجه محاباه وعلاقات موجوده. ما ذكرتها اثناء البطوله، تذكرها بهذا السيناريو الخروج؟ لاني تونسي، وكنت تعلم، نحب بلادي، وكنت تعلم اي نحب بلادي. هذا الوقت المناسب بالطبع. بعد لا انا تونسي ونحب بلادي، صحيح ما في شك، ونقول الى اخر رمق انا معاك، لكن خرجنا اليوم انتهى. لازم يكون في كشف مصارحه. هذا صحيح. قلت العباره، انا قلت نفس الملفات، اعطيتك كشف مصارحه، احكيوا لنا شفما ماذا يجري داخل المنتخب التونسي، ما هي القرارات الواجب اتخاذها، وماذا بينا عايشكم تكون المصلحه العليا لكره القدم التونسيه فوق كل اعتبار بقطع النظر عن الاشخاص. جميل. اعطينا تحت فرصه